حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود تيرارا. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ مرفوض يا ولدي مرفوض يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن فالحزن عليك هو المكتوب. يا ولدي فالحزن عليك هو المكتوب يا ولدي. وعليكم السلام حبيبي يا ايجل، ازيك يا كينج؟ الحمد لله، تكبير الكينج فتح. تسلم يا حبيبي، شكرا. كينج العالم حبايبي، اشكركم من كل قلبي، ربنا يبارك فيكم. تكبيس وشير عشان نبدا بقى ان شاء الله باذن الله تعالى. قالت يا ولدي لا تحزن فالحزن عليك هو المكتوب. حبيبي يا جو، تسلم يا يوسف. يا ولدي فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي قد كان. حبيبي تسلم، اشكرك. حوت من الاول كده، طب اصبر شويه على ما نتلألأ شويه. شكرا يا حبيبي، اشكرك من كل قلبي. ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، شكرا جدا جدا على كلامكم الطيب وتشجيعكم الجميل. ربنا يبارك فيكم يا رب، اشكركم من كل قلبي. واعلموا تمام العلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبكم لان انتم موجودين عند الكينج. ممكن انت تكون دلوقتي موجود عند واحد بيضللك ولا بيصنع انتصارات وهميه قياسا على حرب ايران وامريكا. دوله زي فنزويلا دلوقتي بيقولوا ان الرئيس الفنزويلي هو الذكر الفنزويلي لانه بيحمي فنزويلا من حرب زي ايران وامريكا. فيعني كده حاجات زي كده، يعني انتوا عارفين انتوا. ربنا يبارك فيكم، اشكركم. تكبيس عشان نبدا ان شاء الله. عندنا النهارده موضوعات خطيره جدا 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 وهنتلقى الاسئله، فالناس تبدا بالاسئله. عندنا النهارده 3 موضوعات خطيرين جدا. الموضوع الاولاني من عندنا بقى. الموضوع الاولاني: هل تستخدم الولايات المتحده الامريكيه القوه النوويه مع ايران؟ رقم 2: احنا كمسلمين المفروض نقف مع مين؟ مع الكيان ولا مع ايران؟ رقم 3: الكينج زعلان جدا جدا من المسلمين اللي بيضيعوا وقتهم. دول 3 مواضيع هنبدا بيهم، بس اللي عنده اي موضوعات تانية يقولها عشان ايه ندمجها ونبدا نتكلم فيها ان شاء الله. منور اعلامي حبيبي عراب، يا روح قلبي تسلم، اشكرك يا حبيبي تسلم. كينج الابلكيشن تسلم يا حبيبي، شكرا يا اخوانا، اشكركم من كل قلبي، اشكركم من كل قلبي. افتح القلب كده تلاقي انتوا قاعدين هنا. ايه اثار الحرب على الاقتصاد وارتفاع الاسعار؟ حلو. النهارده هنلجا بقى الى حته في الاقتصاد خطيره جدا: الاموال الساخنه. حلوه الحته دي يا كينج، دي قوي دي. الاموال الساخنه دي حلوه برضو يا كينج. اللهم صل على سيدنا محمد. الجزائر على الرواسي. انا من دبي بقول لك انت شاطر، تسلم، ربنا يخليك، بنتعلم منك، ربنا يبارك فيك وربنا يحافظ عليكم. اهل الامارات كلهم ربنا يبارك فيهم يا رب. الامارات يا جماعه المسلمين هناك بيتعرضوا الى هجمات وصلت الى 1000 هجمه من ايران. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، اهل الامارات واهل الكويت واهل السعوديه واهل الخليج كلهم وكل المسلمين في كل الدنيا. طيب نبدا بقى ان شاء الله تعالى. عايزين نوصل حتى 200 يا جماعه، 200 يا جماعه، نوصل 200. تكبيس وشير يا جماعه، تكبيس وشير يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم. صراحه انا حامل اسكيب الكينج القنوات. تسلم يا حبيبي، شكرا، على راسي موريتانيا، ربنا يبارك فيكم اخواتي المسلمين هناك، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هنتلقى اسئلتكم، بس انا عندي 3 موضوعات هنتكلم فيهم على ما انتوا تجهزوا الاسئله بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الاولاني: كينج، احنا كمسلمين وعرب المفروض نتمنى مين ينتصر في حرب ايران والكيان او حرب ايران وامريكا؟ لما تيجي تبحث في حيثيات ذلك الموضوع لازم تعرف ان احنا مش موجودين في امتحان بتقدم لك فيه ورقه اجابه ومطلوب منك انك تجاوب بايران او امريكا. ما ينفعش. ليه؟ لان كلا البلدين وجوده وباء على المسلمين. تخيل معايا كده احتمالات الحرب دي. لو ايران كسبت، خبر اسود، ايران كسبت، هتشوف نفسها
وبعد ما دمرت 4 دول عربيه، اليمن وسوريا ولبنان والعراق، هتخش تدمر بلاد تانية. كارثه. يبقى لو ايران كسبت الحرب دي، كارثه على الامه العربيه. على الناحيه الثانيه الكيان وامريكا لو كسبوا، مصيبتين كارثتين دهيتين على الامه العربيه، لانهم بعد كده هيستفردوا بكل واحد على حده. لان اللي حاصل في الشرق الاوسط هي حرب هرمجدون، الحرب الدينيه المسماه في دينهم او في التوراه بتاعتهم او التلمود بتاعهم، حرب هرمجدون لتمهيد الارض لنزول المسيح الدجال. حسب السرديه بتاعتهم يا جماعه، ما يحرك الكيان وامريكا في هذه الحرب هي نبوءه توراتيه انجيليه، ان هم عايزين المسيح ينزل ويحكم الارض ويعمل امبراطوريه كبيره يحكم الارض 1000 عام ويقضي على كل قوى الشر. لكن اول خطوه عشان يوصلوا ان هم ينزلوا المسيح، لازم يعملوا حرب هرمجدون، لازم يعملوا اقامه مملكه لليهو في فلسطين او من النيل للفرات. عشان كده الكلام الفتره اللي فاتت زاد على من النيل للفرات، لدرجه ان سفير الولايات المتحده الامريكيه في دوله الكيان طلع وصرح بكده، لدرجه ان ترامب من فتره وهو ماسك القلم كده على الترابيزه بيتكلم، الناس للاسف الشديد الناس معتقده ان ترامب مناخوليا، الناس عايزه تحقق اي انتصارات وهميه وخلاص. مسك القلم كده وقال ايه ده؟ دي خريطه الكيان؟ لا، خريطه الكيان قليله جدا جدا جدا، لازم نوسعها. اذا نستنتج من الكلام ده ان ايران كسبت خطر، الكيان كسب خطر. احنا كمسلمين لا واقفين مع دول ولا واقفين مع دول، ما الاثنين يا رب يدمروا بعض. يا رب نصحى بكره الصبح نلاقي ايران دي انتهت وامريكا دي انتهت والكيان ده انتهت. لكن احنا كمسلمين بقى لازم نعرف احنا بقى ما هو احنا ايا كان نتيجه الحرب دي تاثيرها غلط علينا، لان اي حد فيهم هيتفرد بالمنطقه العربيه هيفشخها، هيفرتكها. وهنا هيظهر بعض الناس اللي يقعدوا يقولوا ايه، لازم الدول العربيه تتوحد، لازم الدول العربيه تعمل جيش موحد، لازم الدول العربيه يا جماعه تجتمع مع بعض ونبقى حلوين مع بعض وجمال وعسل وقمر. انت عبيط يلا. اي تجمع للدول العربيه او الدول الاسلاميه بدون ما يكون الدين هو الركيزه، انت بتحارب حرب دينيه، هتحاربها بايه؟ بالجيوش ممكن تخسر، بالاقتصاد انت ممكن تفلس، بالشباب والحماسه، شباب وحماسه مين؟ ما شايفين غزه هناك اهو بيمتحنوا بقالهم قد كده، والشباب المسلم قاعد كله ينظر على غزه ويخون غزه. الدول العربيه لازم يحدث تكاتف حوالين الدين، لازم كله يخاف. الخوف دلوقتي مش على الامه الاسلاميه بس، لا، الخوف كمان على قمم الجبال. قمم الجبال لازم تخاف على قمم الجبال بتاعتها، لان مش هتبقى موجوده. لن يسمح باي نوع من انواع مساحات الحريه لاي حد موجود على قمه الجبال في الشرق الاوسط. يبقى المفروض المسلمين ياخدوا من الحرب دي انذار فناء. احنا هنفنى، هنروح في 60 داهيه لو لم نجتمع حوالين الدين. الدين حاجه مطلقه، هو بينتصر عليك ليه؟ هو متبع دينه. يعني ايه متبع دينه يا كينج؟ يعني هو جاي الكتاب ده بيقول له روح يمين فهو بيقول حاضر، روح شمال هو بيقول له حاضر. انت دينك بيقول لك يمين تقعد تناقش ربنا. عشان كده انت بتخسر، لانك مالكش سرديه مطلقه ثابته بعيدا عن عقيده المسلمين او عقيده اليهو او عقيده غير المسلمين او كده. ليه دايما يا كينج اللي عنده عقيده بيكسب، او اللي ماشي ورا حاجه مطلقه بيكسب؟ لان ده مطلق ما بيتغيرش. مش هتغير السيناريو بتاعك، هو ماشي ورا دينه فعشان كده بينتصر. انت مش ماشي ورا دينك فعشان كده بتخسر. ما تفهم، بعيدا عن الدين ذات نفسه، بعيدا عن فكره الدين اللي ماشي ورا. ليه امريكا بتكسب بعيدا برضو عن الدين؟ لان امريكا دي منتهجه نهج وهجوم ضد العالم كله. اي حد يتعدى الخطوط الحمراء امريكا هتلبه. فده نهج مطلق، ماشيين ورا حاجه معينه، اشباع رغبات الجنود الامريكان والمواطنين الامريكان برغبه الحرب، السيطره، بالسرفايف. عشان كده هو بيكسبك. فاحنا مش لازم يا جماعه في امتحان عشان نقول يا رب ايران تكسب او يا رب الكيان يكسب. الناس اللي في سوريا يتمنوا ايران تخسر، والناس اللي في الدول العربيه التانيين يتمنوا الكيان يخسر. غلط. وده من ضمن للاسف الشديد تضليل الوعي الجمعي عند المسلمين، ان المسلم مش عارف البوصله بتاعته فين. مش عارف ليه، مش عارف. وهنا نخش في الموضوع الثاني بتاعنا. كنت من شويه بفر كده على التيك توك، لقيت لايفات كتيره جدا عليها مئات الناس والاف الناس، لناس للاسف الشديد مضلين بيضل الناس. زعلت.
ازاي المسلم يسلم دماغه لحد يملأها بالاكاذيب او بالكذب؟ ازاي دي؟ ازاي المسلم يسلم دماغه لحد بيستغل حرب ايران وامريكا في انه يصنع بطوله وهميه للاصنام الموجوده؟ ازاي دي؟ ازاي المسلم سايب نفسه كده ينساه؟ لكن لا عجب ولا عجاب، لا عجب ولا عجاب، لان الفقر الممنهج في الدول الاسلاميه والجهل الممنهج واضعاف صحه المسلمين هي عباره عن ترمومتر عشان يقيسوا الى اي مدى قد يقاوم المواطن العربي المسلم لو صحيت بكره الصبح لقيت امريكا داخله عليك. فهتلاقي الناس المداخله وعلماء الشيوخ المداخله اللي هم بيدهنوا الحقيقه، يا جماعه احنا مستضعفين هنعمل ايه طيب؟ ما هو انت لما تقعد تتفرج على غزه وهي بتتضرب ليل نهار، تنطحن وفي ناس منك يقولوا ده غزه دول خونه، ده غزه دول هم اللي عايزين يدمروا غزه، متفقين مع الكيان وامريكا. يعني غزه متفقه مع الكيان وامريكا عشان يدمروا غزه. ازاي دي يعني؟ تيجي في عقل بني ادم دي ازاي؟ الا لو كان هذا البني ادم خضع الى وعي جمعي غلط يملا له دماغه بالاكاذيب. الوعي الجمعي يا جماعه خطر، خطر ليه يا كينج؟ ركز معايا. لو انت دلوقتي عندك فكره معينه، فكره واحد مثلا، ادي فكره اهي، وفي فكره ضدها، انت تعرف ان انت ممكن تدافع عن الفكره اللي ضد فكرتك دي باستماته. عارف امتى؟ لما تقعد تتفرج على محتوى معين يملا دماغك بالوعي الجمعي، فممكن بعد شهر تدافع عن الفكره الضد دي دفاع مستميت. لان الانسان يحب دايما يكون تابع، الانسان يحب نفسه بانتهاجه للافكار او باتباعه للافكار. التبعيه الذهنيه يا جماعه، دلوقتي المسلمين منشقين، عندهم تبعيه ذهنيه، في ناس منهم عندهم تبعيه ذهنيه لايران لانهم شايفين ان ايران بتهدد الكيان، وناس تانية عندهم تبعيه ذهنيه لامريكا. طب احنا ليه ما يكونش عندنا تبعيه ذهنيه خاصه بينا؟ تبعيه الدين بتاعنا. ليه دايما المسلمين بيلجأوا ان هم عايزين يتخلصوا من امريكا؟ طب نروح للصين وروسيا ليه؟ هو انتوا قليل؟ انا فاهم طبعا ان للاسف الشديد كتير من قمم الجبال الموجوده في الدول الاسلاميه بتحقر من شأن المسلمين. فلما يطلع قائد مسلم يخبر شعبه ان شعبه ده مش كويس او مش شغال كويس او وحش او مش واخد باله او كده، ده بيحقر من شأن المسلمين، عكس اللي كان بيعمله سيدنا النبي مع الصحابه، عكس اللي كان بيعمله سيدنا ابو بكر مع الصحابه. لما كان مثلا سيدنا ابو عبيده بن الجراح ولا سيدنا خالد يطلبوا مدد من سيدنا ابو بكر، رايحين غزوه ولا رايحين حرب، فبيطلبوا مدد من خليفه المسلمين، من سيدنا ابو بكر ولا من سيدنا عمر. فجزء من ان انت تصنع نجم مسلم كان سيدنا ابو بكر يبعت له ثلاثه، هو طالب 3000، بعت له ثلاثه ليه؟ فسيدنا ابو بكر يرسل له ان كل واحد من دول ب1000. هو كل واحد من دول ب1000 فعلا؟ لا، بس بيعظم من شأن الابطال المسلمين. عشان كده نوع من انواع الخيانه لو في قائد مسلم طلع اخبر شعبه انه انتوا مش كويسين، والله انتوا مش شغالين كويس، انتوا يعني الدنيا بايظه معاكم، دي خيانه. لان ما ينفعش القائد يحطم من نفوس جنوده ولا يحطم من نفوس مواطنيه، ولكن ده نوع من انواع السيطره الذهنيه المطلقه. لما يطلع قائد مسلم يخبر المواطنين بتوعه ان هم مش شغالين كويس او مش كويسين، ده بيعمل نوع من انواع السيطره، هو مسيطر عليك، بيحتقرك. انت في موقف دفاعي، هو في موقف هجومي، فلما يحتقرك انت تحس نفسك بالدونيه، فتحس بحجم السيطره عليك. المسلم مش لازم يكون تابع ذهني لحد، المسلم مش لازم يقلد حد، المسلم مش لازم يهرب من مظله امريكا ويروح للصين. طب ما تصنع انت اصنع انت امبراطوريه خاصه بيك. الامه الاسلاميه بتتعرض كل يوم الى شتى انواع التجهيل المتعمد، لدرجه ان في اتفاق ضمني ما بين العلماء المسلمين، علماء الدين المسلمين، وما بين النظام اللي بيحكم العالم، ان احنا عايزين من علماء الدين المسلمين يبداوا يكلموا المسلمين في دين غير الدين الحقيقي. فتلاقي واحد رجل دين محتواه كله عن الستات، الست تلبس تخرج تيجي مش عارف ايه، هو الدين بتاعنا كله ستات، مما يصنع مظلوميه تجاه الست. فالست تعادي الرجل والراجل يعادي الست، وهما الاثنين يفكروا نفسهم معادين لبعض، فتنخرط الامه الاسلاميه وينخرط المجتمع المصري والامه والاسره المسلمه تنهار. الائمه الاربعه دول يا جماعه اما تيجي تبحث كده في حياتهم، السبب الاساسي والرئيسي فيهم الاسره بتاعتهم. الاسره بتاعتهم الاسره بتاعتي دي عايزاني اخليني امام، عايزاني اخليني قائد مسلم، فبتزرع فيه كده.
السيده هند بنت عتبه، السيده هند بنت عتبه كانت لما تعدي كده على سيدنا معاويه وهو بيلعب مع الناس في الشارع، سيدنا معاويه بن ابي سفيان، لما تعدي عليه كده تاخده وتدخله جوه. الله، انت انا ما ربيتكش عشان تلعب مع العيال، انا ربيتك عشان تقود. عشان كده لما بيتم افعام سيدنا معاويه بانه على طول ملك، انه على طول قائد، انه على طول كده، هو اللي عمل الدوله الامويه. لكن لما الامه الاسلاميه دلوقتي يا جماعه الراجل والست ضد بعض، والراجل عاوز يطلع غضبه تجاه الست في عياله، فيحتقر عياله ويحتقر بناته، فالبنت تخش الاوضه ابوها لسه مزعق لها، الواد يكلمها في التليفون، قال له يا حبيبتي وحشتيني. العيل يروح يشرب. ليه؟ ليه انت سايب نفسك ان انت تضيع؟ ليه انت مش حاسس بعزه نفسك؟ ليه؟ ده الموضوع الاولاني. موضوع احنا كمسلمين عايزين مين يكسب، لا ده يكسب ولا ده يكسب، ده بروحه في داهيه. احنا لازما نتجهز للي جاي، لان سواء ده كسب او ده كسب وباء علينا، احنا في خطر. ما بقاش ينفع ان قمم الجبال تشتري وقت عشان تقعد على قمم الجبال، ما بقاش ينفع الكلام ده، لان الهدف مش المسلمين بس، الهدف ان هو دحض اي نوع من انواع التحكم في الامه الاسلاميه عشان تتحول الى اسياد وعبيد فيما يخص من النيل للفرات. عشان كده الفقر والجهل بيتم في الامه الاسلاميه، عشان يعرفوا الى اي مدى قد يقاوم المواطن العربي المسلم. فلما يفقرك ويجوعك ويجاهلك ويضعف صحتك، لو حد بعد كده قال لك تعالى بيع كليتك منهم، هتبيع. طب يا كينج، انا كمواطن عربي بسيط، انا هيفيدني ايه يا كينج ان انا اكون فاهم الكلام ده؟ لا، لازم تكون فاهم الكلام ده. مش ربما انت تكون تربي ابنك ان هو يكون في يوم من الايام هو اللي يحمل قاده المسلمين، هو اللي يقعد على كرسي سياسه او كرسي اقتصادي يفيد بيه الامه الاسلاميه. لازم يا جماعه نشتغل على سقف المتاح. انا عندي ايه المتاح؟ انا اقدر دلوقتي ان انا اوعي المسلمين وازود من ثقافتهم وازود من دماغهم وازود من الحاجات دي. طب ما اشتغل على الكلام ده، لازم اشتغل على الكلام ده فيما يخص المتاح. احنا مش عايزين نحارب امريكا ولا الغرب ولا الكيان ولا لازم، احنا عايزين نشتغل حسب المتاح عندنا. سياسه الارض المحروقه غلط، اكون او لا اكون غلط. انا لازم ادمر امريكا. هتدمرها ازاي؟ انت هتدمرها ازاي دلوقتي؟ تعرف تدمرها؟ ما تعرفش تدمرها. لازم تاخد خطوات عشان تدمرها. لو التعليم زاد في الامه العربيه ده خطر على امريكا. لو زاد احترام الدول العربيه للمواطن عندها ده خطر على امريكا. ليه يا جماعه امريكا مش حاطه الدول العربيه في دماغها؟ لان الدول العربيه تحتقر المواطن بتاعها. هنضحك على بعض. هنضحك على بعض. امريكا ما بتخافش غير من البلاد اللي بتحترم شعوبها بس، فقط. وفيما يخص يعني سياسه الارض المحروقه، كنا بنتكلم امبارح. انت بتحبني، بتكرهني، بتحب فلان، بتكره فلان، ما تخليش الحب والكره ده يكون حاجز بينك وبين التعلم. انا طبيعي ان في ناس كتيره جدا تكون ما بتحبنيش، وده ليه سبب برضه. ليه؟ انا مش منتمي لاي نوع غير ديني بس، غير بلدي مصري بس. عمري ما بروج لك فكره خاطئه وضاله، بجتهد يمكن اغلط، ما فيش مشكله، لكن انا مش مطبلاتي. انا ما بدفعكش عمري ابدا انك تختار اختيار في حياتك. عمري ما بقول لك خبر واقفل لك الفيديو، لا، انا بقول لك فكره، فالفكره دي بتزعج، الفكره دي بتعاكس افكار بعض الناس، فيقول لك كان كده بيفهم، متخلف عقليا ده ولا ايه؟ ما بيفهمش. فطبيعي يكون ليا ناس مش بتحبني. فلا تتبع ابدا سياسه الارض المحروقه في اي حاجه، اوعى. خلاص. لا انت مطبلات يا كينج حبيبي، تسلم ربنا يخليك. استنى يا ابني. واحد دلوقتي بيتهم الكينج ان هو مطبلاتي. ماشي. اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم. اهو مطبلاتي اهو، كينج مطبلات. ربنا ياخدك ويريحنا منك. مش يهديك، لا لا مش يهديك. خلاص احنا عدينا مرحله الهدايه. اوعى تدعي لحد زي اللي من شويه ده ان هو ربنا يهديه. لا، احنا ربنا ياخدهم. ليه؟ لما ربنا ياخدهم يقوم ينقص عدد المتخلفين في الدنيا، فنقوم احنا ان شاء الله ايه، نروق الدنيا كده. خلاص.
كينج الناس كلمتين ثالثه ثانوي عينيا، واعمل لكم فيديو. بصوا يا جماعه، طريقه المذاكره، اي حد عايز يذاكر حاجه وترسى في دماغه، اي حد عايز يذاكر اي حاجه وترسى في دماغه لازم يذاكرها بطريقه اسمها طريقه المايند ماب. لازم تحافظ على الذاكره الذهنيه لعقلك. عقلك ده ليه ذاكره. لو جبت اي كتاب في الدنيا وقراته مكتوب باللي هو اسلوب المقالات، اللي هو الكلام كله دش ورا بعضه، مش هتفتكر. لازم تعمل حاجه خطيره جدا انا بعملها وانا بذاكر، حتى الفيديوهات بتاعتي. ايه هي؟ مثلا عايزين مثلا عايزين واحد في ثانوي او واحد في الكليه او اي حاجه يدرس مثلا موضوع العناصر اللي في الدنيا، تقسيمهم كيميائيا. ففي عندنا مثلا في ادي تقسيم العناصر، تجيب ورقه وقلم كده زي ما انا بجيب كده، وتقوم جاي عامل ايه بقى؟ تقوم جاي عامل سهم يمين، تقسيم العناصر في العناصر الفلزيه وفي العناصر اللافلزيه. العناصر الفلزيه بتنقسم الى 1 2 3، العناصر اللافلزيه تنقسم الى 1 2 3. الطريقه دي في المذاكره يا جماعه هي دي الطريقه الصح، هي دي الطريقه اللي تخلي دي طريقه مذاكره اسمها مايند ماب او الخريطه الذهنيه. الخريطه الذهنيه دي اما عقلك بيشوفها مره واثنين وثلاثه بتلزق في دماغك، ما تنساهاش عمرك، مستحيل تنساها. فاي موضوع عندك انت عايز تذاكره صح، او انت مش حاسس ان انت مش لمه كويس، ذاكره بالطريقه دي. تقعد تعمل اسهم يمين وشمال وتجزأ الموضوع، يقوم يلزق في دماغك في الذاكره الذهنيه بتاعتك الموضوع. دي هي النصيحه اللي بقدمها لثالثه ثانوي. لازم تذاكر بالطريقه دي، طريقه المايند ماب. ما تقعدش تدش العناصر الفلزيه والعناصر الفلزيه، لا، لازم تخدع عقلك، تعرف عقلك ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه ازاي، الذاكره الذهنيه. خلاص، وان شاء الله هنزل لكم فيديو شامل بكره باذن الله عن ثالثه ثانوي عشان الحسين ما يزعلش. خلاص يا حسيني، بس قوم ذاكر يا حسين. انت مالك انت بالاوضاع السياسيه يا حسيني؟ ادي لك كلام، عايز تنضرب؟ قوم ذاكر، اجتهد عشان ربنا يوفقك. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، قوم ذاكر. خلاص، يلا يا ابني، ربنا يعينك يا ابني. الجامعه نفس الكلام بالظبط يا جماعه. حبيبي يا حسين، ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ربنا يا رب كل الامه الاسلاميه تنجح وتبقى زي الفل. اجتهد عشان ربنا يوفقك. تسلم يا محمد، شكرا يا حبيبي. طيب، عندنا موضوع تاني خطير يا جماعه. الموضوع التاني اللي عندنا، اللهم صل على سيدنا محمد. الموضوع اللي جاي ده بقى خطير قوي. احنا كده خلصنا من ادي موضوع والتاني. كينج، هل تستخدم الولايات المتحده الامريكيه القنبله النوويه لو احتاجت ليها في ايران؟ ركز معايا عشان هسافر بيك دلوقتي. قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نحكي حاجه من التاريخ. زمان بعد الحرب العالميه الثانيه كان في صراع قوه ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي على رئاسه العالم. كنا دايما نسمع ان العالم ايام الاتحاد السوفيتي هو عالم ذو قطبين، صح؟ فاللي حصل ان سنه تقريبا 1950 كوريا الشماليه غزت كوريا الجنوبيه بمساعده الصين والاتحاد السوفيتي. الثلاث بلاد دول هي بلاد شيوعي، غزوا كوريا الجنوبيه. وفعلا قدرت وقتها قوات الاتحاد مع الصين مع كوريا الشماليه انها تحتل كوريا الجنوبيه كلها. امريكا تسكت؟ ما ينفعش، ما احنا اتفقنا لما يكون العالم ذو قطبين البلاد العظمى تنافس نفوذ بعض، انما العالم اللي احنا فيه ده عالم ذو قطب واحد، امريكا. فامريكا تخش ايران، الصين وروسيا ما يقدرش يتدخلوا. ركز معايا كويس جدا. لكن زمان زي ما قلت لك كان في صراع قطبي ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. فعلا نجحت قوات الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا الشماليه انها تحتل كل كوريا الجنوبيه بالكامل. لكن كان في قائد العمليات الامريكيه او الادميرال الامريكي جاك ارثر. جاك ارثر ده بطل اسطوري في امريكا، هو اللي كان بيقود الحرب في بحر اليابان ضد اليابان. ده كان قائد اسطوري بالنسبه لامريكا، ادميرال. المعلم ده بخطه جهنميه نجح في انزال طبعا كوريا الشماليه، احتل كوريا الجنوبيه كلها ما عدا شريط ساحلي ضيق جدا. جاك ارثر ده قائد القوات الامريكيه وقتها في بحر اليابان او في المنطقه الكوريه، عمل خطه محكمه لانزال القوات الامريكيه وقوات الحلفاء على هذا الشريط. وفعلا بدا يزق قوات الاتحاد السوفيتي وقوات الصين وقوات كوريا الشماليه لفوق، لحد ما نجح في تحرير كامل الاراضي الكوريه الجنوبيه، ونجح في ان هو يخش كمان اراضي كوريا الشماليه.
وهنا في مفصليه، نقطه مفصليه. قبل توقيع معاهده السلام ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، يعني كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه بينهم دلوقتي معاهده سلام حسب الحرب الكوريه اللي بدات سنه كام؟ 1950 بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث كان هناك صراع نفوذ وصراع قطبي ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، فما ينفعش حد فيهم يسيب الثاني يفوز او يبقى له نفوذ اكتر. قبل توقيع معاهده اتفاق السلام ده، القائد جاك ارثر طلب من الرئيس الامريكي هاري ترومان انه يستخدم 50 قنبله نوويه على الصين. ركز معايا كويس جدا. لكن الرئيس الامريكي هاري ترومان رفض. القرار لو جيت بصيت له من الناحيه العسكريه هو قرار صح. ايه المشكله؟ انا كامريكا لسه ضاربه اليابان بالقنبله النوويه، الصين عامله لي قلق، ما انا احذف عليها قنابل نوويه. فجاك ارثر ده قائد عسكري فكر بطريقه عسكريه، لكن الرؤساء بيفكروا سياسه، والسياسه تغلب العسكريه. الرئيس هاري ترومان كان رفض طلب القائد جاك ارثر، بل وعزله، مما سبب استياء كتير جدا جدا في الشعب الامريكي، لان ده قائد تاريخي. فاكرين القائد اللي كان بتاع الاتحاد السوفيتي في الحرب العالميه الثانيه؟ يوري جوركوف، المارشال بتاع الاتحاد السوفيتي، لما بعد الحرب وخوفا من ازدياد نفوذه راح ستالين قال له يا باشا خلاص احنا خايفين عليك، انت قائد الحرب والسلام وانت المظفر، اقعد في البيت بقى وارعى الارانب بتاعتك والجواميس بتاعتك والكلام ده كله، احنا خايفين عليك. هاري ترومان لما حس ان في حد ضده عسكريا اللي هو القائد جاك ارثر عزله من منصبه. طب ايه هي يا كينج كانت تفاصيل ان هاري ترومان ما كانش عايز يضرب الصين بالقنبله النوويه؟ حد يعرف؟ اللي هيجاوبها دي هديله شوكولاته. ليه هاري ترومان تمسك بعدم القاء القنبله النوويه على الصين؟ اللي هيجاوبها هيبقى واد مجرم. مين هيجاوبها دي؟ نفسي حد يرفع راسي، نفسي حد يرفع راسي في الكومنتات، نفسي. ها قاعد السؤال ما حدش لسه جاوب. تاني نعيد تاني، مفيش مشكله عادي، مفيش مشكله. تاني نفسي حد يجاوبها بقى عشان نخلص. ايوه تسلم لا يا ابني مش ده، مش ده يا ابني. لو كانت امريكا حدفت القنبله النوويه على الصين، الاتحاد السوفيتي وقتها كان معاه قنبله نوويه. ما ينفعش، هنضرب. دائما ما نسمع ان القنبله النوويه او السلاح النووي هو سلاح ردع يحميك اكتر ما تستخدمه. فالقرار السياسي الخاص بهاري ترومان ان هو لو كان حدف القنبله النوويه ال50 قنبله نوويه المعده للصين فعلا، الاتحاد السوفيتي ما كانش هيسكت، خصوصا ان كان في صراع قطبي بينهم، فكان هيتم استخدام القنبله النوويه من الاتحاد السوفيتي، وربما ممكن كانوا يستخدموها على امريكا. فتخلي بالك كويس جدا 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 ان السياسه هي اللي بتمشي القرار العسكري. نيجي دلوقتي بقى احنا هنا كينج، هل ممكن امريكا تستخدم السلاح العسكري السلاح النووي ضد ايران؟ لو ايران صمدت، هل ممكن امريكا تلجا للخيار النووي وتعيد الى الاذهان ما حدث في اليابان زمان؟ ما ينفعش. لا ليه كده ما ينفعش؟ ركز معايا، هديك قواعد مهمه جدا جدا دلوقتي في السياسه تمشي عليها طول عمرك. الاقتصاد بيمشي السياسه مش العكس، اي ان البلاد بتحرك قراراتها السياسيه بناء على مصالحها الاقتصاديه. البلاد بتشوف اطماعها الاقتصاديه فين وتروح تغزو، تروح تضرب، تروح تعمل علاقات، تروح مش عارف ايه. يعني الاقتصاد بيمشي السياسه مش العكس. لكن في حاله واحده بس في السياسه هي اللي تمشي فيها الاقتصاد، حد يعرفها؟ اشتغلوا معايا بقى كده. الاقتصاد يمشي السياسه مش العكس، لكن في حاله واحده بس السياسه فيها هي الله ينور عليك، تسلم. ايوه كده، عايزين الناس تشتغل معانا، برافو عليك يا رجب. الامن القومي، لما يكون الموضوع منوط بالامن القومي. علشان كده ما ينفعش اي بلد في العالم مهما كان عندها جزر
او ممرات مائيه انها تبيعها وتاخد فلوس، لان الجزر والممرات المائيه دي ده امن قومي، ما ينفعش. المهم، يبقى كده عندنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه ان الاقتصاد بيمشي السياسه مش العكس، الا في حاله واحده بس، حاله الامن القومي للبلاد. السؤال الثاني يا كينج، مين بيمشي مين؟ الجغرافيا تمشي التاريخ ولا التاريخ يمشي الجغرافيا؟ يا كينج، الجغرافيا هي اللي بتصنع تاريخ العالم. الدول بتخش في صراعات مع الدول الصديقه. الهند وباكستان لو بعاد عن بعض هيخشوا في صراع؟ مستحيل. مكان مصر في قلب العالم، لو لم تكن مصر، يعني مثلا مصر دي لو حطيتها شويه في نص افريقيا، هل كان العالم كله هيحاول ان هو يحتل مصر على مدار سنوات؟ مستحيل. اي ان الجغرافيا هي من تصنع صراعات العالم، الجغرافيا هي من تصنع تاريخ العالم. واحيانا الجغرافيا بتمنعك من بعض الخطط. ايران لو موجوده شويه جدا بعيده شويه كده عند الصين، كانت امريكا فكرت فعلا في انها تستخدم القنبله النوويه. لكن جغرافيه ايران واقترابها من الدول العربيه والكيان يمنع امريكا منعا باتا من استخدام القنبله النوويه، خوفا على الكيان وخوفا على مصالحها في الشرق الاوسط. حط الكلام ده في دماغك وركز. الغبار النووي اللي هيطلع من القنبله النوويه ممكن يأذي الكيان. عشان كده الكيان يستحيل يستخدم السلاح النووي ضد اي بلد من البلاد العربيه المطوقه ليه. مستحيل، لانه هيتأذي. مش الكيان ده كان ممكن يستخدم في غزه القنبله النوويه ويخلص عليها؟ ما ينفعش، لان هو هيتأذي. لكن يستخدم مع الدول العربيه بقى اسلحه تانية، زي اسلحه مجتمعيه بتدمير المجتمعات العربيه والاسلاميه وتركيب الست على الراجل وتدمير الدنيا كلها. اسلحه سياسيه بانه يعمل علاقات سياسيه مع الناس الموجودين في الدول العربيه. اسلحه جورباتشوفيه ان هو يحاول يوصل الى ناس واصلين جدا في الدول العربيه ويحاول ان هم يعني يعمل معاهم صفقات خيانه والكلام ده. اسلحه اقتصاديه ان هو يحاول يمسك رقبه الدول العربيه اقتصاديا، وتكون المحابس عند الكيان، والكيان عنده الزرار وعنده كل حاجه مما يتحكم في مصير الدول العربيه. زي بالظبط ما الكيان عامل علاقات مع اثيوبيا عشان يتحكم في سد النهضه، عشان لو حب في يوم من الايام ان هو يقفل الميه عن مصر. إذا نستنتج من ذلك أنه بنسبة 99.9 من 100% إن أمريكا مستحيل أن تستخدم القنبلة النووية مع إيران، لأن جغرافية إيران تفشل ذلك المخطط. حتى لو ضربات محدودة. بصوا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها نووي محدود. هما ازاي بيصنعوا نووي ده يا جماعة؟ حسب قانون اينشتاين للطاقة اللي هو بتاع النسبية، ولا مش عارف اسمه ايه ده. الكتلة بتتناسب تناسب عكسي مع الطاقة، كمية الطاقة اللي طالعة. فهم بتيجي تسمع عن تخصيب اليورانيوم. يعني ايه تخصيب اليورانيوم؟ تخصيب اليورانيوم ده بيجيبوا ذرة اليورانيوم او البلوتونيوم او غيره، ذرة صغيرة جدا، وبيقعدوا يعملوها انشطارات يقللوا من حجمها. لان كل ما تقلل في الكتله بتاعتها تخليها صغيره قوي قوي قوي، كل ما يكون كميه الطاقه اللي طالعه من التفاعل كميه جباره. الكميه دي محدش يقدر يسيطر عليها انها تطلع قد ايه. مش هيروح يصنع لك قنبله هتضرب لك في 5 مللي يديك ذره يورانيوم واحده، لا، لان في حجم للقنبله ما ينفعش تسيطر عليه. الانسان بيحاول ان يجيب الماده او يجيب الطبيعه ويحاول يحورها لخدمته، لكن في حاجات ما ينفعش الانسان عليها. زي بالظبط الاعاصير والطوفان والحاجات دي. مش امريكا احسن بلد في الدنيا واقوى بلد في الدنيا؟ لما بيحصل عندهم اعاصير او براكين او الغابات بتولع، دي الطبيعه. الانسان ما ينفعش يطوع الطبيعه. ذره اليورانيوم او الانشطار النووي او ذره البلوتونيوم دي حاجه ما حدش يقدر يطوعها. صعب، يكاد يكون امر مستحيل. خلاص. لكن هل في نسبه؟ في نسبه 1 في المليار في المية ضئيله جدا ان امريكا تستخدمها. بس انا بقول لك لا، لن يحدث. محمد عقيل، اشكرك يا حبيبي، تسلم، ربنا يخليك يا اخوانا.
اشكركم يا اخوانا على كل الكلام الكويس، ربنا يبارك فيكم. شكرا يا محمد، تسلم يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، تسلم. ويا جماعه تاني لازم نفرق يا جماعه بين توقعات الكينج وما يحدث على ارض الطبيعه. انا لما اطلع اكلمك واقول لك ايران ما ينفعش تستخدم مضيق هرمز في اوائل الحرب لان كده بتحرق الكارت اللي معاه. طب ايران استخدمته كده، ايران غلط بس ليها تبرير. ايران لم تكن تلجا الى غلق مضيق هرمز الا لو كانت احست انها في حرب فناء، حرب وجوديه، فلازم تحرق كل الكروت اللي معاها. فانا لما اقول لك حاجه بتوقعها لك، لو الناس اللي موجوده على ارض الواقع عملوا عكسها، هم ليهم تبريراتهم وانا ليا تبريراتي. لما اطلع اقول لك دلوقتي على فكره خلي بالك امريكا مستحيل تضرب ايران اثناء وجود المظاهرات. ليه؟ لان النمط المتكرر سياسه الدوله، لو امريكا عملت كده وقت المظاهرات توحد الشعب الايراني وتخليه متمسك بحكومته، صح؟ وفعلا امريكا ما عملتش كده، ما ضربتش ايران اثناء المظاهرات. طب لو كانت امريكا ضربت يبقى كده امريكا غلط، مش ماشيه صح، لان الدول مش كل قراراتها صح. عايزك تفهم وتركز. زي بالظبط ما بقول لك ترامب لو واقف بجسده كده قدام ايران، المنطق بيقول ايه؟ ايران تضربه ولا لا؟ ما ينفعش تضربه، لان لو ضربته كارثه. طب لو ايران ضربته يبقى ايران عملت حاجه غلط مش صح. عايزين الناس تفهم يا جماعه الفرق ما بين التوقعات وان في دول بتعمل حاجات غلط. خلاص؟ طيب كينج، الدولار، الليره التركيه بتفقد كتير جدا خلال الايام الاخيره في قيمتها قصاد الدولار. هل يقدر كينج الناس، كينج العالم، يدينا حته اقتصاد بقى من حتته الحلوه اللي هي معودنا عليها، حته اقتصاد كده يعود بينا الاذهان كده ويقول لنا كينج ليه الليره التركيه واصله دلوقتي الى مستويات قياسيه؟ ركز معايا كويس جدا. في بلاد في العالم بيعتمد اقتصادها بشكل كبير جدا على حاجه اسمها الاموال الساخنه. ايه الاموال الساخنه دي يا كينج؟ عايزين ناخد الموضوع من بدايته عشان نوصل ان انا اديك موضوع يتفرزن في دماغك هنا، تبقى واد اسد، واد خطير. لماذا تلجأ البلاد اللي في العالم الى الاموال الساخنه؟ ده عندي منتج اهو. المنتج ده سعره بيتحدد في السوق المحلي او العالمي لتركيا من ان في فلوس قد ايه في السوق. فلو المنتج ده اهو صحي النهارده الصبح ولقى ان في السوق 10 ليره تركيه، فيقوم المنتج ده اهو يقول لك ايه؟ الله، في السوق 10 ليره؟ لا يا عم انا سعري 1 ليره عشان الناس تشتريني. حلو. طيب بلد ما زي تركيا راحت طابعه فلوس عمال على بطال، او مستهلكها فلوسها ومستنزفاها في حاجات مالهاش لازمه، عماله تطبع فلوس عمال على بطال. فيقوم يحصل ايه؟ يقوم يحصل حاجه اسمها تضخم. يعني ايه تضخم دي يا كينج؟ يعني نفس المنتج ده تاني يوم بعد ما صحي بقى لقى حواليه 100 ليره تركيه، فيقوم المنتج ده يتبغدد لما يشعر ان في تنافس كتير عليه. فيقوم المنتج ده حاطط رجل على رجل يقول لك ايه؟ لا يا عم في 100 ليره في السوق، لا انا سعري لازم يبقى يكون اقل كلام 20 ليره، معلش سامحوني. بيحصل تنافس على سعر المنتجات لما بيزيد عدد الفلوس اللي موجوده في السوق. اي ان البلاد اللي في الدنيا اللي بتطبع فلوس عمال على بطال ده خطر. لازم الفلوس اللي عندك توازي حجم الاقتصاد اللي عندك، ما ينفعش اقل وما ينفعش اعلى. لو اعلى يحصل تضخم، لو اقل يحصل انكماش، محدش يشتري حاجه. طب الانكماش ده يا كينج خطر في ايه؟ خطر لو محدش اشترى البضاعه الموجوده في المحلات المصانع. اما تصنع حاجه هتخزنها عندها مش هتنزلها السوق، فيحصل انكماش في الاقتصاد او انكماش في الدوله. عكس التضخم فلوس كتيره فالناس بتجري على شراء الحاجات فيزداد سعرها. ركز معايا. فلازم اي بلد في الدنيا الفلوس اللي جواها لازم توازي حجم الاقتصاد اللي عندها. نرجع تاني للتضخم. يبقى المعلم ده لما تركيا طبعت فلوس كتيره زياده عن اللزوم حصل تنافس على ان هم يشتروا المنتج ده. تضخم. طب ازاي نعالج التضخم يا كينج؟ عندنا حاجتين اتنين. عندنا في طريق صح لكنه بطيء جدا ومحتاج سنوات طويله، وطريق غلط لكن بيجيب نتيجه بسرعه. انا عندي عشان تعرف تفكر ازاي في اي موضوع في الدنيا، ركز معايا. انا بكلمك عن ايه؟
بكلمك عن تضخم، يعني في منتج وفي فلوس. لما احب ان انا اعمل خطه علشان اعدل الوضع ده، اعدلها ازاي؟ يعدلها من المنتج، يعدلها من الفلوس. مظبوط. فالطريق البطيء لكنه الصح ان انا احاول ازود سعر، ان انا احاول ازود عدد المنتجات دي. وانا لما اصنع من دي كتير، يقوم لو ده رفض يتباع ب 2 ليره غير تاني يتباع. لكن الطريق ده بطيء جدا، لانك بتحتاج بنيه تحتيه ومصانع تشتغل ومناطق لوجستيه ودعم وشغلانه. فتقوم تلجأ البلاد الى حاجه تانية، طريق غلط لكنه سريع. ايه هو؟ دايما تسمع لما اي بلد في العالم بتواجه تضخم، يقوم الناس الاقتصاديين يقول لك فيها ايه؟ البنك المركزي في تركيا هيعمل فوائد عاليه جدا جدا على الشهادات البنكيه عشان يحاول يلم السيوله الموجوده في السوق لمحاوله السيطره على التضخم. فانت تقعد قدام اللي بيتكلم ده، ايه السيطره على السيوله وايه التضخم وايه الفايده العاليه وايه الشغلانات دي؟ البنك الموجود في تركيا، البنك المركزي، لما يعمل فوائد بنكيه بشهادات عاليه، يقوم الناس اللي معاهم فلوس في تركيا يروحوا يحطوا فلوسهم في البنك عشان ياخدوا ربح. فيقوم الفلوس الموجوده دي تنشال من 100 يبقى 20 تمشي ماشي. ولكن اقف هنا، هنا بقى الخطر. ركز معايا. البنوك في تركيا بتدي فلوس فوائد على اي حد يحط فلوس في البنك عشان يحاولوا يسيطروا على التضخم. ده طبعا غلط بس حل سريع. لكن البنوك في تركيا ما ينفعش تزود الفايده بتاعه البنك زياده عن اللزوم. الله، ليه يا كينج؟ ما عايزين نسحب يا كينج الفلوس كلها يا كينج. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لانك لو سحبت الفلوس كلها عشان الفايده العاليه اللي في البنك، يقوم يحصل تباطؤ في الاقتصاد. انا اي حد عايش في تركيا لو لقى البنك بيديله 30%، هيعمل مشروع ليه؟ هيعمل مصنع ليه؟ هيفتح محل ليه؟ ممكن يكسب ممكن يخسر، يقول لك يا عم انا مالي، طب ما انا راح احط فلوسي في البنك وتولد لي وخلاص. فيحصل تباطؤ في الاقتصاد، تسريح عمال، بطاله، تباطؤ في النمو، الناس تقعد في الشارع من غير شغل لان كله هيقفل شغله ويحط فلوسه في البنك. يبقى حركه البنك المركزي في تركيا في السيطره على التضخم لازم تكون حركه معموله بحساب، مش هبلولي. لازم يعمل فايده ما تبقاش عاليه قوي، لانها لو بقت عاليه قوي تقوم الناس تكبر دماغها من المشروعات ومن تشغيل الفلوس ومن المحلات ومن الشركات ومن الصناعات ويحطوا فلوسهم في البنك. فيحصل تباطؤ في الاقتصاد ويحصل تسريح عمال ويحصل بطاله. حلو كده؟ اقف لحد هنا. كله فاهم تمام يا جماعه؟ كله فاهم تمام؟ ركز معايا. هنا يجي دور حاجه اسمها الاموال الساخنه. ايه هي الاموال الساخنه دي يا كينج؟ الكينج ده راجل مارشال مثلا من اوروبا ولا من امريكا. البنوك في اوروبا وامريكا ما بتديش فوائد على الفلوس لان هم عايزين الناس تشغل الفلوس في الشارع وفي المحلات ويشغلوا الناس ويحصل فيه نمو في الاقتصاد. فما فيش فايده كبيره في تركيا في اوروبا ولا في امريكا ولا في اليابان. اليابان عندها الفايده بالسالب، يعني اللي يحط فلوسه في البنك تخسر عشان عايزين يشغلوا الاقتصاد. فانا واحد طلعت على المعاش مثلا واخدت مكافاه مثلا $1,000,000. $1,000,000 وانا عندي 60 سنه. طب اعمل مشروع ممكن يخسر، احطهم في البنك مش هيولدوا لي كتير. طب اعمل ايه؟ الله، فاروح افتح الخريطه زي القرموطي. ايه ده؟ في بلد تركيا بتدي 20 30% على اي حد يحط وديعه دولاريه. قالوا البنك المركزي في تركيا لو سمحت انا فلان الفلاني موجود في امريكا ومحتاج احط عندكم وديعه باسمي لو سمحت. فالبنك المركزي في تركيا لان الاقتصاد التركي معتمد على الاموال الساخنه، بيقول له يا باشا هات الفلوس يا باشا. تمام. فتركيا بتاخد الفلوس تحطها عندها، تحاول ان هي تسد قروض، تعمل مشروعات، تعمل حاجات، وتاخد نسبه وترجع له النسبه بتاعته. طب هي ليه يا كينج اتسمت اموال ساخنه؟ لانها سريعه الهروب، ما بتلحقش تقعد. اول ما بتقعد تقول فتجري. بتجري امتى يا كينج؟ بتجري في الصراعات، لما يكون انت حاطط فلوسك في اماكن غير مستقره. بتجري لما يكون الذهب في الصراعات بيكسب اكتر. الصراعات دلوقتي في الشرق الاوسط ما بين امريكا وايران بيخلي الذهب ينط لفوق. فاي حد حاطط فلوس هيكسب منها 30% في الوديعه دولاريه، لا يا يكسرها
وياخد الفلوس يحطها في الذهب، يحاول يكسب من الذهب اكتر. عشان كده سميت بالاموال الساخنه. عشان كده خطر تركيا تعتمد على الاموال الساخنه، لانها مش بتاعتها، ممكن في اي وقت تتسحب منها في الصراعات والحروب، او لو امريكا قررت انها تزود الفايده. مش بنسمع يا جماعه كل يوم على ان البنك الفيدرالي الامريكي بيقعد اجتماعات دوريه سنويه علشان يدرسوا يا هيزودوا الفايده يا ينقصوا الفايده؟ ايه هي المشكله الاقتصاديه اللي حصلت في العالم كله خلال 2022 لدرجه ان بعض البلاد كانت هتفلس زي تركيا كده؟ ان عشان مشكله كورونا وعشان مشكله الحرب الروسيه الاوكرانيه حصل مشكله في الامدادات اللوجستيه للعالم، فحصل تضخم، اي ان قيمه الفلوس اصبحت متضخمه، اي ان المنتج ده بقى حواليه فلوس كتيره، فيحصل تضخم في سعره، فده خطر على امريكا. فامريكا البنك المركزي هناك يقعد علشان يدرس ازاي يسيطر على التضخم. فالكينج لسه قايل لنا من شويه ان البنوك المركزيه في العالم عشان تسيطر على التضخم بتعمل ايه؟ عندها حاجتين، يا اما بتزود عدد المنتجات، يا اما بتعمل فوائد بنكيه عاليه عشان تسحب الفلوس من السوق. وقد كان امريكا في 2022 عملت 4 اجتماعات للبنك المركزي او البنك الفيدرالي الامريكي عشان تزود الفايده. ليه؟ عشان تحاول ان تسيطر على التضخم. طب دي امريكا. انا كمواطن امريكاني حاطط فلوسي في تركيا، تركيا مهزوزه، ما ينفعش، لا 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 لا، انا خايف على فلوسي في تركيا. الله، ده امريكا بتعمل فوائد. لا يا عم، انا اضمن لي ان انا اخد فلوسي من تركيا اوديها امريكا، وحد زي امريكا امن زي امريكا ما يبقى تعمل فوائد اهي، لا انا احط فلوسي هناك يا عم عشان اخد فلوس احسن واسرع وامن. فاتجهت الاموال الساخنه بغزاره من تركيا الى امريكا. فتيجي تركيا انت كواحد مستثمر تركي دخلت البنك في تركيا عايز دولار عشان تشتري سلعه او تشتري حاجه من بره او تشتري صادرات او واردات او ايا كان تخوم، البنك هيقول لك والله انا اسف، ايه والله ما عنديش دولار، والله اعمل ايه؟ طيب الاموال الساخنه اتسحبت. فوانت طالع من البنك فتلاقي مش التركي عايز دولار، فتقول له اه والله محتاج بس الدولار، بس اعمل بيه حاجه بس. فيقول لك تعالى عندنا المعلم شغال في السوق السوداء في الدولار. لا 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 لا، ده الكينج كده بيربط لنا التضخم بالاموال الساخنه بالسوق السوداء اللي في العالم. اه، فلما يحصل ان البنوك المركزيه في تركيا ما فيهاش دولار، فيحصل هجوم على السوق السوداء اللي فيها دولار، فسعر الدولار يوصل لمستويات قياسيه، فيتاثر المنتجات وغلاء الاسعار، لان تركيا بتستورد كل حاجه، فتصبح تركيا قريبه من الافلاس، لان الدولار هناك بيوصل لمستويات قياسيه، لانه حصل عليه تضارب وحسب عرض قانون العرض والطلب في السوق السوداء. كل بلاد الدنيا فيها سوق سوداء، لكن الفرق بيكون قرش ولا قرشين، هلتين، سنت سنتين. لكن لما يحصل تضارب على السوق السوداء، لان ده المنفذ الوحيد اللي فيه دولار، يقوم يحصل تعاظم في سعر الدولار يوصل لمستويات قياسيه 50 ليره و60 ليره و70 ليره. يبقى كانت تركيا قريبه من الافلاس، لانها في الاول طبعت فلوس كتيره، عملت تضخم، فحبت تسيطر على التضخم، عملت شهادات بنكيه فايده عاليه، فالمواطن الامريكاني حط فلوس اموال ساكنه في تركيا. فلما امريكا حصل الازمه بتاعت كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه عملت فوائد في البنك الفيدرالي الامريكي، فالمواطن الامريكاني قلقان على فلوسه في تركيا، فراح ساحبها من تركيا، راح موديها امريكا. فتركيا البنك المركزي ما بقاش فيه دولار، فالناس تطلع السوق السوداء عشان يشتروا دولار، فيحصل تضارب على سعر العرض والطلب بتاع الدولار، فيوصل لمستويات قياسيه في تركيا، زي ما بيحصل دلوقتي بالظبط. حرب وصراع بين امريكا وايران، الذهب بيوصل لمستويات قياسيه، انا عايز اكسب، انا يهمني المكسب، لا يا عم اكسر لي الوديعه، هات فلوس حطها في الدولار، حطها في الذهب، هات فلوس حطها في البترول، هات فلوس حطها في مش عارف مين. لا 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 لا، اي انه مصير تركيا مش في ايد تركيا، لا. يا خبر اسود يا كينج،
يعني تركيا يا كينج لا تشكل اي خطر على امريكا ولا كيان ولا زي ما بيقولوا؟ لا. اديك الزياده، اديك الانقح من كده. ايه هو اكتر مورد من الموارد اللي بتجيب فلوس لتركيا؟ المغتربين التركيين، صح؟ طب المغتربين التركيين دول لما يجي يحول فلوسه لتركيا ويلاقي ان سعر الدولار في البنك مثلا ب 20 ليره ويلاقيه في السوق السوداء ب 30 ليره، طب هو ماله؟ هو هل المغترب التركي هو كان السبب في ان تركيا تعتمد على الاموال الساخنه؟ لا. هو بيدور على مصلحته عشان عياله ياكلوا ويشربوا. ما هو متغرب عن تركيا ليه؟ عشان يبعت فلوس لاهله، لان ما فيش فرصه في تركيا ليه كويسه. فالحكومه التركيه بدل ما يكون عندها شجاعه سياسيه وشجاعه ادبيه في انها تقول انا اللي غلط، بترمي اللوم على المغتربين التركيين. انتوا السبب، المغتربين التركيين السبب في ان الدولار بيوصل لمستوى قياسي، حرام عليكم مش عايزين تقفوا جنب تركيا. والحكومه التركيه ما وقفتش جنب تركيا ليه؟ واستفادت من ابنائها اللي بتطردهم براها ليه؟ وهنا لازم ندرس اخر حركه في هذا الموضوع العبقري اللي الكينج سردهن بكل عبقريه. ليه برغم امتلاك تركيا لجيش قوي وصناعات عسكريه لا تشكل اي خطر على امريكا، امريكا سايبه تركيا براحتها؟ لان في الوقت اللي تركيا هتاخد فيه اي خطوه ضد الكيان او ضد امريكا، امريكا هتوقف نظام البريكس، نظام السويفت. بريكس ايه كينج؟ نظام السويفت. نظام السويفت ده هو النظام اللي بيخلي المغتربين التركيين يحولوا فلوس لتركيا. فلو تركيا دخلت في حرب مع الكيان ولا مع امريكا واحتاجت فلوس، مين هيديها فلوس؟ ابنائها اللي بره يخافوا عليها. ابنائها اللي بره مش هيعرفوا يحولوا الفلوس لتركيا، لان امريكا هتوقف السويفت زي ما كانت عامله قانون قيصر في سوريا، زي ما هي موقفه السويفت دلوقتي لروسيا. ايه ده يا كينج ده؟ ايه يا كينج العبقريه اللي انت سرحت؟ انت يا كينج اديتنا درس اقتصادي، علمنا كل حاجه في الاقتصاد من اي تو زد. قسما بالله العظيم يا كينج لا يوجد اي واحد في العالم كله يقدر يتحط قصادك في مقارنه، مستحيل. لا يوجد اي بني ادم في هذا العالم يقدر يتحط في سكيل واحد مع الكينج. حبايبي اشكركم، فهمتوا يا اخوانا؟ حبايبي ربنا يبارك فيكم. طبعا احنا بنهزر يا جماعه، ما حدش ياخد الكلام ده بجد. حبايبي ربنا يبارك فيكم واشكركم. حبيبي يا استاذ محمد ربنا يبارك فيكم يا اخوانا. خلاص تمام. الله عليك يا كينج. احنا عايزين نعرفك يا كينج ده ايه. شويه شويه يا كينج في السياسه، شويه في الاقتصاد. ايه يا كينج ده؟ عايزين نلاقي لك ملكه. يعني احنا مثلا لو جينا دلوقتي نصنف الكينج، هنصنف نقول الكينج ايه؟ هل الكينج محلل سياسي؟ لا. هل الكينج محلل اقتصادي؟ لا. هل الكينج محلل ديني؟ لا. هل الكينج محلل مؤامراتي؟ لا. ايه في ايه يا كينج؟ حبيبي يا يوسف جمال، تسلم يا حبيب قلبي. ما تحلقش دقنك والله بيبقى غصب عني، معلش. للاسف يا جماعه بيتم تصنيف الناس اللي مربين دقنهم، فاحنا يعني معلش ربنا بقى يسامحنا، معلش سامحوني، انتوا عارفين يعني بيبقى غصب عننا. حبايبي شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيكم، اشكركم من كل قلبي يا اخوان. الكينج سنفور مفكر. ماشي. بدون قسم يا كينج عشان الحرمانيه، انا بحبك. انا اقسمت على ايه دلوقتي؟ قلت ايه طيب يا كريم؟ ايه تاثير الحرب على المغرب العربي؟ ايه المغرب العربي ده؟ دول المغرب يعني وتونس والجزائر؟ معلش فسر لي. اعتقد ان هي كده صح؟ ولا اي تاثير، ما تخافش، مفيش حاجه هتحصل هناك، ما تقلقش. حبايبي شكرا. شوفوا بقى احنا كده خلصت الموضوعات اللي انا كنت عايز احكيها لكم النهارده. شوفوا انتوا عايزين نتكلم في ايه يا كينج. هل فعلا الاقتصاد الحالي كله مبني على الحرام؟ ايوه، ما انا لسه بنشرح اهو. البلاد يا جماعه بتلبس طواقي بعض البعض عشان تواجه التضخم بتاع المنتجات، ان اسعارها غاليه. المفروض ان انت تعمل مصانع وبنيه تحتيه وغير، لا البلاد بتاخد الطريق السهل. كل واحد بيحاول يشتري الوقت اللي قاعد فيه. فالبلاد زي تركيا بتروح تعمل شهادات بنكيه بفوائد عاليه عشان تسحب السيوله من السوق، بتشتري وقت، مجرد وقت. لكن اي اقتصاد في العالم قايم على ربا مصيره الى هلاك. ليه؟ حلو السؤال ده برضه. ليه يا كينج؟ صحيح. ليه الاقتصاد العالمي المقام على الربا
هو اللي بيهلك الناس، هو اللي بيودي الدول في داهيه، بعيدا ان الربا حرب من الله ورسوله. ليه؟ انا دلوقتي رحت جبت قرض من تركيا، اي واحد في التركي راح جاب قرض من تركيا، فالقروض في تركيا فوائدها عاليه 40%، 30%. ال 30% دول انا اللي هدفعهم من جيبي؟ لا، انا عايز احصلهم. طب احصلهم منين؟ من ايد الناس. يعني انا صنع المنتج ده بقيمه 1 ليره تركيه، خدت قرض عشان اصنعه، بس القرض ب 30%، يبقى انا هزود على سعر المنتج ده 30%. طب مين هيدفع لي 30% دول؟ الناس، المواطن التركي اللي هيشتري المنتج ده. يبقى بيتم افقار الناس افقار ممنهج بالربا، بالفوائد العاليه. وصلت؟ يا كينج، ممكن تشرح لنا ازاي اسسوا امريكا بالقوه ديت؟ محمد عاطف حبيب ابو حميد. بص يا اخوانا، زمان يا اخوانا كانت امريكا يا جماعه عباره عن شمال وجنوب او شرق وغرب، مش فاكر، كان في حروب صراعات اهليه كبيره جدا بين امريكا. لكن في بعض الناس العقلاء، طبعا كان حروب اهليه كبيره جدا بين امريكا. القوه لا تولد الا من خلال القوه. تاني، القوه لا تولد الا من خلال القوه. ليه سيدنا النبي عمل امبراطوريه عظيمه؟ لانه دخل حروب وصراعات وغزوات والمسلمين اتبهدلوا، فطبيعي يبقى المصير اللي بعد كده قوي. ليه المسلمين حالهم دلوقتي ضعيف؟ لان المسلمين مركونين الى السلام وامل بسام. السلام ومجلس الامن، وهنروح نشتركوا في الامم المتحده واعلان وقف اطلاق البوم بوم. القوه لا تنتج الا قوه. فزمان كانت امريكا داخله من بعضها صراعات كبيره جدا بص معجنه، لحد ما بعض العقلاء من الجنبين، الجانب الشمالي والجانب الجنوبي او الشرق او الغرب مش فاكر، قعدوا مع بعض وهم اللي حطوا الدستور الامريكي. الدستور الامريكي ده اتحط بعد نهايه الحرب الاهلي اللي كانت موجوده في امريكا. حطوا هذا الدستور اللي بيوزع صلاحيات الرئيس والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والسلطه التشريعيه، وبيخلي بيخلي كله تحت المساءله. ده سر قوه امريكا. القوه بتنتج قوه، انما السلام بينتج ضعف، بينتج هوان، بينتج ذل، بينتج زي ما انت عايز تقول. وطبعا هعمل لكم ان شاء الله سلسله فيديوهات عن امريكا، عينيا الاثنين. كيف بدات امريكا من البدايه؟ حاضر، عين دي قبل عين دي. طبعا عندنا موضوعات كتيره جدا، كيف بدات امريكا من البدايه، والحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الاولى، ان شاء الله الفتره الجايه. بس ادعوا لنا بس ان ايه الدنيا دي تقف شويه. حاضر عينيا. ايه المتوقع دلوقتي؟ هل هي بدايه الحرب العالميه الثالثه؟ لا، مش حرب عالميه، هي حرب هرمجدون لتمهيد الشرق الاوسط لوصول المسيح الدجال. دي مش حرب عالميه. حرب عالميه يعني يخش فيها الصين وروسيا، لا مش هيحصل، مش دلوقتي، مش دلوقتي. لن تخاطر امريكا بقيام حرب عالميه تهدد هيمنتها، لان في الحروب العالميه مصير الدول غير مضمون. وزي ما اتفقنا، ليه الصين كانت عايزه ايران تحارب؟ لان الاستسلام او الصفقه هيخلص على الصين خالص. انما في الحرب نتيجتها غير مضمونه. رقم واحد، ممكن امريكا تخسر. رقم اتنين، ممكن ايران تحرج السمعه الامريكيه. رقم ثلاثة، ممكن ايران تجرأ بقيه دول العالم على انهم يعملوا في امريكا كده. خلاص؟ فتحط الكلام ده في حسبانك وتعرف ازاي الدول بتفكر. اعرف ان الصين وروسيا بيستغلوا ايران زي ما ايران بتستغل غزه. وده ملوش علاقه ان الناس اللي في غزه بيدافعوا عن شرفهم وكرامتهم دول ناس ابطال، لان هم لجوا لايران غصب عنهم مش بمزاجهم. لما العالم كله قفل عليهم لازم تعرف كل الكلام ده، لازم تكون انسان بيفهم. اوعى تسيب نفسك لاي حد يملأ دماغك بالوعي. حتى الكينج ذات نفسه، لو دخلت عند الكينج في يوم من الايام لقيته بيقول كلام هيتيا، قول له يا كينج انا اسف معلش السلام عليكم. اوعى، كن عزيز مع نفسك. لازم تقف مع اخواتك، تعرف ان اخواتك في غزه دول غصب عنهم لجوا الى ايران، لان العالم كله قافل في وشهم الباب. فلو فتح الشيطان الباب لغزه كانوا دخلوا ليه غصب عنهم. اوعى تخون اخواتك. ربنا سبحانه وتعالى يجي يوم القيامه كده وقفك ليه خنت اخواتك. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. تقول على الناس اللي بيدافعوا عن شرفهم وكرامتهم ودينهم خونه، وانت ايه؟ انت ايه؟ فالناس تخلي بالها.
حبايبي اشكركم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم. كل اللي احنا فيه، اللي انا فيه واللي انتوا فيه، كله فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم، الحمد لله، الفضل لله. ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش ملاحظ ان مفيش اي دوله عربيه عندها سلاح ردع نووي، ومش هيبقى فيه. امريكا لا تسمح بذلك. باكستان لان كان عندها صفاء في النيه، اخلاص في النيه، فربنا وفقهم، حفرت في الصخر لحد ما حصلت عليه. فيقوم ربنا يخبي عيون امريكا عن اي حد حتى لو غير مسلم. يا جماعه في اشكاليه كبيره جدا. المسلمين معتقدين ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم لانهم مسلمين. غلط، ده مش صح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. امتى؟ ان كنتم مؤمنين. لو انت مؤمن بالله بجد، لو بتشتغل بجد، لو عندك اخلاص نيه بجد، يوم ربنا يوفقك، يوم يخفي عنك عيون اعدائك. في اخلاص في النيه هنا. عشان كده ربنا وفق باكستان، عشان كده ربنا وفق افغانستان. افغانستان هاجمت الاتحاد السوفيتي، هاجمها الاتحاد السوفيتي، وامريكا كسبتهم الاثنين. كسبتهم الاثنين. ليه؟ عندهم صدق في النيه، يوم ربنا يوفقهم. في اي بلد في العالم بدون نووي حتى، عايز ربنا يوفقها، حتى لو غير مسلمه، يبقى عندها اخلاص في النيه. ليه امريكا بتتفوق؟ لان عندها اخلاص في النيه، عندها رجال مخلصين للدين بتاعها. امتى امريكا دي تقع؟ لما يكون المسلمين عندهم اخلاص لدينهم اكتر من امريكا، يقوم ربنا يوفق المسلمين. هي دي الحاجات اللي لازم تحطها قدامك، السكيل اللي قدامك. المسلمين مش محتاجين ردع نووي ولا قوه نوويه ولا سلاح نووي ولا الكلام ده. المسلمين محتاجين يرجعوا للدين. ان الدول الاسلاميه تحط الدين قدامها كده، وكله يلتف حوالين الدين. لما تلتف حوالين الدين، تقوم تصلح المشاكل المجتمعيه، تتصلح لوحدها. ثواني. 1 2 3 1 2 3. لما تلتف حوالين الدين، الدين يصلح لك المشاكل المجتمعيه. ما يبقاش في عداء بين الراجل والست، ما يبقاش في مظلوميه عند الست يخلي الست انها تلجا للافكار النسويه او الفيمينيني وتدمر الاسره المسلمه. لما يكون في دين، يقوم اقتصاد المسلمين يكبر، لان مش هيبقى في ربا. 1 زائد 1 يساوي 2، مش 1 زائد 1 يساوي 5000 في المستقبل. لما يبقى في دين، يقوم الجيوش المسلمه يكون عندها عقيده. يقوم الجيش الباكستاني ما يعملش انقلاب على عمران خان، لانه يخاف من ردة فعل المسلمين. لو عندنا دين، يبقى عندنا سياسه صح، يبقى عندنا الف ب ت س لحد ي، حاجات مطلقه ثابته. لو عندنا دين، مش هينفع نسيب كلنا غزه تنطحن. الدول العربيه كلها سايبه غزه تنطحن ليه؟ مش اخواتنا دول؟ يعني حتى لو مش اخواتنا، خافوا على نفسكم. هو بعد غزه دي، ما الكيان هيستفحل ويخش على اللي بعد غزه، صح؟ لو عندنا دين، الحاجات دي كلها هتتعالج لوحدها. الناس تقعد تكتب في ايه؟ مقالات سياسيه واقتصاديه، ولازم نعمل كذا ومش كذا عشان الامه العربيه والامه الاسلاميه والامه الهنديه والامه اللي مش عارف ايه. كل ده فيستك ناوي ملوش لازمه. طبق الدين، طبق التعليم الصح، خلي المسلم واعي، خلي المسلم غني، خلي المسلم الدكتور والمهندس والمدرس ياخدوا وضعهم، عشان تدي رساله للاطفال الصغيرين انت تتعلم عشان يبقى عندك عربيه وعندك طياره وعندك بيت كويس وعندك فيلا. انما ايه هي الرساله اللي الامه العربيه بتوجهها للدكاتره والمهندسين والمعلمين وكل الناس المحترمه في التعليم؟ لما الناس دي بتشحت، الدكاتره في الدول العربيه بيشحتوا، المدرسين في الدول العربيه بيشحتوا، المهندسين في الدول العربيه بيشحتوا، ولما بيجوا يشحتوا يهاجروا بره، فخيرهم يكون اللي بره عن اللي جوه. ازاي الدول العربيه عايزه يكون ليها مصير وهي اللي بتهاجر لامريكا؟ مين بيهاجر لمين؟ احنا بنهاجر لامريكا ولا امريكا اللي بتهاجر لنا؟ احنا بنهاجر لامريكا. ليه؟ لان للاسف الامه العربيه بايظه، بايظه، مفيش، زيرو. فامسك الدين يظبط لك كل حاجه. الدين يخلي المسؤولين في الدول العربيه كلهم يخافوا. الدين يخلي العلماء والشيوخ يخافوا، لان هم لو قال لك حاجه غلط او حاجه ضد الدين هتطلع تاكله. انما بيحصل مداهنه، كله بيدهن لكله كده، كله عمال يدهن لكله.
رد عليا مش عارفه اتنفس. خير، عايزين تودوني في داهيه ولا ايه؟ على النعم عايزين تودوني في داهيه. كينج، لو حصلت حرب عالميه فعليا افتراضا، ممكن تعمل لنا محاكاه للي هيحصل لموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر، ولا يحصل لهم اي حاجه؟ بعيد جدا. طبعا هيكون في بعض التاثيرات الاقتصاديه، انما الحروب والكلام ده كله مش هتيجي عندكم. الحرب العالميه القادمه يا جماعه قد تتبع حرب هرمجدون في منطقه الشرق الاوسط. غمض عينك. المعسكر الغربي، امريكا، اوروبا، كندا، استراليا. المعسكر الشرقي، الصين، روسيا، كوريا الشماليه، ايران، مش عارف مين. هيحاربوا فين؟ في المنتصف عندنا احنا كشرق الاوسط. مش هيروحوا كوكب كريبتون يحاربوا هناك، لا هيتلاقوا في منطقه محايده. ليه هيتلاقوا في منطقه محايده يا كينج؟ لان منطقه الشرق الاوسط اللي هيسيطر عليها هيشغل آلة الحرب، اللي هيكون له علاقات ونفوذ في الشرق الاوسط هو اللي هيقدر يمشي الدبابات بتاعته والطيارات والحاجات دي كلها في الحرب، صح؟ افهم بقى، عايزك تفهم وبوس ايدك. الدول العربيه لو ما اتحركتش عشان تلتف حوالين الدين هنتاكل. لازم نخاف على الكينج. امل البشريه الوحيد هو الكينج. لازم تخافوا على الكينج يا جماعه. يا دماغي يعني. يا كينج انت غزتنا معلومات بجد حبيبي، تسلم، ربنا يخليك، كله فضل من ربنا ونعمه، ربنا يبارك فيكم يا جماعه. انا بين اخواتي المسلمين حبيبي يا خيري، تسلم يا حبيب قلبي يا جماعه. انا بين اخواتي المسلمين انا اقل واحد فيكم. عمرك ما هتشوفني ذره تكبر كده عندي، مستحيل يكون في عندي ذره تكبر، لان سيدنا النبي قال لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. احنا بنطالب ربنا يا رب ابعدنا عن النفاق يا رب والكبر والحاجات دي، لكن لازم اظهر ببعض الحيثيات دي في بعض الفيديوهات علشان اعداء المسلمين يلا اعداء المسلمين يحسوا ان في المسلمين عيال اسود، زي سيدنا ابو دجانه في غزوه احد لما خد سيف الرسول وحطه في الغمد بتاعه ومشي يتمخطر بين الصفوف كده. فسيدنا النبي قال ايه؟ هذه مشية يكرهها الله ورسوله الا في هذا الموقف. وانا واللي زيي في هذا الموقف، انما بين اخواتي المسلمين انا اقل واحد فيكم، جزمتكم فوق راسي، الجزمه بتاعت كل واحد فيكم فوق راسي من فوق. كلنا اخوه مع بعض، محدش فينا ليه فضل يعني يزيد عن التاني حاجه. اليوم يوم المرحمه، طبعا في فتح مكه والصحابه واقفين عايزين ياخدوا بطارهم من اللي طردوهم وعذبوهم وطلعوا ميتينهم وطردوهم وحاربوهم وحصروهم في الخندق. فيقوم الصحابه اليوم يوم الملحمه، لازم ناخد بطارنا، لازم مش عارف ايه. بص بقى على الرحمه المهداه بقى، بص على حبيبك روح قلبك. لما يجي اسم سيره النبي كده يا جماعه الواحد كده يستشعر بكده بقشعريره كده. ولازم واحنا داخلين عند الكينج كده نستشعر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الملائكه بتحفنا باذنك يا رب يا رب. كون مؤمن من جواك بكده. اما نيجي نتكلم عن سيدنا النبي، الكلام الحلو في احلى من سيدنا النبي. يوم سيدنا النبي يقول لا اليوم، لا امسك نفسك يا كده، امسك نفسك. اليوم يوم الصحابه بيقولوا اليوم يوم الملحمه عايزين ناخد بطارنا. يوم سيدنا النبي يقول ايه؟ لا اليوم يوم المرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لسه كنا بنتكلم امبارح يا جماعه ان الله سبحانه وتعالى اغدق على نعماته على سيدنا النبي. ليه؟ لان ربنا لما كشف عن قلب سيدنا النبي ده لقى ان القلب ده يستحق يكون احب مخلوق ليه. فكان زمان لما كان في قوم لا يؤمنون يوم ربنا ينزل عليهم ايه؟ صرصرا عاتيه، ينزل عليهم هلاك، ينزل عليهم عذاب، صح؟ لكن بص بقى كده لحبيبك روح قلبك سيدنا النبي كده بعد ما خرج من الطائف، بعد ما ضربوه هنوع وعملوا معاه مشاكل كتير قوي، فهو خارج من الطائف ربنا بعت له جبل ملك الاخشبين مع سيدنا جبريل. يا محمد لو اردت ان اطبق عليهم الجبلين لفعلت، قول انت بس، اؤمر بس. يوم سيدنا النبي يقول بقى ايه؟ بص بقى، بص لا عسى الله ان يبعث من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. الرحمه المهداه. كل الانبياء السابقين عايزين، طبعا مش ما اقصدش كل الانبياء السابقين معظمهم ربنا ارسل عذاب وهلاك ومش عارف ايه وكلام، الا سيدنا النبي. الا سيدنا النبي. سيدنا النبي بيحبنا لما يقعد مع اصحابه كده بيقول لقد اشتقت الاحباب. فالصحابه قاعدين جنب سيدنا النبي بيقولوا يا رسول الله
أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي قوم يأتون بعدي ويؤمنون بي. إحنا أحباب سيدنا النبي. ما تستثقلش نفسك، ما تقلش من نفسك، ما تخليش حد يحتقرك أو يستحمرك أو يسحبك أو يضللك أو يصنع انتصار وهم عليك. اوعى تسمع بده. أنت حبيب سيدنا النبي. أنت مش متخيل يعني أنت حبيب سيدنا النبي. يعني سيدنا النبي بيحبك. لما سيدنا النبي بيقول تكاثروا فإني مباهم بكم يوم القيامة، انت متخيل الوضع ده ولا مش متخيله؟ الرسول بيقول لك هات عيال كتير وعلمهم كويس وادبهم وعلمهم القرآن والدين عشان يوم القيامة اتباهى بيك. انا امتي فيها 300 500 مليار وفيهم ناس كويسه وناس مش عارف ايه، وتخش كده على سيدنا النبي تقول له يا رسول الله دي بنتي رفيده ودي بنتي عائشه ودي بنتي مش عارف ايه ودي متعلمه القرآن ودي. احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ ولا احنا مؤمنين كده وخلاص؟ انتوا هتجننوني. والله شكلكم هتجننوني. انت حبيب سيدنا النبي، ما تخليش حد يحتقرك ولا يستحمرك ولا يسحبك من قفاك. خلاص حبيبي، تسلموا، ربنا يخليكم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ربنا يبارك فيكم يا رب، ودايما متجمعين يا رب. بص، بندرس سياسه واقتصاد ومش عارف ايه، لكن الدين اساس. انا ممكن اجتهد في الاقتصاد والسياسه والحاجات دي واغلط، طبيعي، وانا نبي نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن الا الدين، دي البوصله بتاعتها، دي البوصله بتاع الدين. ما فيش هزار في الدين. كلمني في اي حاجه اجتهادات الا الدين. حبيبي يا سمسم اسامه، تسلم يا اسامه، ربنا يبارك فيك، وانا بحبك، بحب كل اخواتي، ربنا يبارك فيكم. وانا ما احبكوش ازاي وانتوا حبايب سيدنا النبي؟ قول لي كده. يعني انت لما يكون الرسول قال عليك ان انت حبيبه، انا ما احبكش ليه؟ ده لازم احبك واقع في حبك واقع في غرامك، بس الحدود معينه. حبيبي يا عمر، يا رب ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. شكرا حبيبي يا انس، تسلم يا حبيبي. حبيبي يا خيري، اشكرك يا حبيب قلبي. حبيبي يا سمسم. لازم نعرف يا جماعه ان كينج راجل، بس برضه العوبان يا خرابي عليك يا كينج، مصيبه. التركيبه بتاعت الكينج نفسها مصيبه. خوارزميه الكينج نفسها مش عارفين نمسكه منين. إيه؟ والله ما عارفين نمسك الكينج منين. إيه؟ احمد خلف، حبيبي يا ابو حميد، حب مشروع بحدود حب مشروع بحدود ما هو مستقبل العراق برايك؟ طبعا اتكلمنا كتير جدا فيما يخص العراق واليمن، وقلنا ان الوقت ده فرصتهم. ازاي يا كينج؟ يا دي افهم. دلوقتي امريكا عايزه تلغي ايران خالص من الشرق الاوسط، ومعاها عايزه تلغي نفوذ ايران. طب اليمن والعراق موجود فيها النفوذ الايراني بشكل كبير جدا بيتحكم. يعني اليمن والعراق لو رفعوا ايديهم دلوقتي امريكا تقف جنبهم، ومفيش مشكله ان المسلم يستغل امريكا عشان يخلصوا من النفوذ الايراني. طب ما بعد كده يا كينج امريكا هتتحكم يا عم، بعد كده ربنا يحلها. لو حصل صفاء للنيه يقوم ربنا يوفقنا. يعني اليمن والعراق قسما بالله اللي هيرفع ايده كده دلوقتي كده اهو، امريكا هتخش معاه تخلص على النفوذ الايراني. احنا عايزين نضرب الظالمين بالظالمين ونطلع كسبانين. لازم المسلم يبقى صايع، لازم المسلم يبص لما يحدث حوله ويكون عنده مصلحه دي. امال ايه؟ لكن المسلم الساذج اللي بيقعد بقى ايه، يقعد يتدروش، اصلا انا مسلم وربنا هينصرني. لا، مش هينصرك. لو ما اشتغلتش وبقيت ذكي وعندك ده مش هينصرك. الرسول ما عادش يدعي وخلاص وربنا هينصرني وخلاص وانتهينا على كده. لا، في غزوه بدر كان معاه الفحول الفطاحله، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، الواحد منهم اتحط قصاد العالم كله هو يوزن. وسيدنا النبي يقعد يدعي ربنا يا رب اللهم انت لك هذه العصابه لا تعبر في الارض بعد اليوم. وسيدنا ابو بكر سيدنا النبي يقعد يدعي ايديه فوق كده لحد ما البشت بتاعه والرداء بتاعه يقع. فسيدنا ابو بكر يحضن سيدنا النبي كده، حبيبه صديقه، فيقوم بقى بص بقى البشاره بقى، ابشر يا ابا بكر. ولازم يا جماعه نعرف استسلام الصحابه لسيدنا النبي. طب هو مش ممكن كان حد من الصحابه دول، حد من المسلمين يقول الله، يقعد يراجع نفسه كده يقول الله، سيدنا النبي بيكلمنا عن حاجات غيبيه. يعني محمد ده ما ايه يعني؟ ابشر يا ابا بكر لقد ارسل الله يعني بعض من الملائكه تحارب معنا. ايه الراجل ده بيتكلم كلام مش معقول ولا ايه؟ اللي ارسل معانا ازاي يعني؟ مش كان ممكن يقولوا كده؟ انما الاستسلام التام، الايمان التام بسيدنا النبي، الايمان التام بالله سبحانه وتعالى، هو ده يا جماعه الاستسلام. انك تكون مستسلم مؤمن، تعرف ان لا حد هيضرك ولا يفيدك غير ربنا. ربنا هيساعدك بالطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى يشوفها.
هو مش في غزوه احد. اوعى تعتقد ان ما حدث في غزوه احد ان سيدنا النبي كان قريب من ان هو، مش عايزين طبعا نقول الاسم الثاني غصب عننا، يا رب يا رب سامحنا عشان ما يحصلش حاجه في البث. الله سبحانه وتعالى بيعلم المسلمين درس. درس ايه يا كينج؟ ان انت لما تخالف امر النبي في حاجه دنيويه كان ممكن النبي يضيع، ما بالك دلوقتي والمسلمين بيخالفوا ربنا في امور دنيويه. الاستسلام التام. المهم يقوم سيدنا النبي بقى عايز يبشر المسلمين، عايز يزود من حماسه المسلمين. ما هو سيدنا النبي كان هو بيدعي مع ربنا كان مستسلم، كان عايز يبين لربنا سبحانه. طبعا ربنا عارف خطوره الموقف، لكن يا عيني مندمج قوي مع عبادته، مستسلم. يا رب اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. يقوم سيدنا ابو بكر يحضنه خايف عليه، روحه هتطلع من كتر الدعاء لربنا. فيقوم سيدنا النبي بقى بيقول لسيدنا ابو بكر ابشر يا ابا بكر، فلقد ارسل الله سبحانه وتعالى الملك الفلاني والملك الفلاني والملك الفلاني والملك الفلاني وهكذا. يعني لازم ده يكون جواك، الايمان جواك. احنا عصاه ومجرمين وبص احنا الا دينك، الا دينك، الا ربك، الا نبيك، الا الصحابه، الا امهات المؤمنين، الا الحاجات الحلوه دي. احنا لينا لازمه؟ يعني احنا بدون ديننا ده انت فاكر لينا لازمه؟ بدون ما يكون عندنا دين نلتف حواليه ونعبد الخالق، نعبد الواحد القهار. انت غالي قوي عند ربنا، انت انت غالي عند ربنا. ما تخليش حد يحتقرك. لما ربنا يقرر ان هو يخلقك انت مسلم في بلاد اسلاميه يبقى كده ربنا بيحبك. ما انت ممكن تكون من نيوزيلندا ولا من تايلاند ولا من اي داهيه، لا، ربنا خلقك مسلم وفي دول اسلاميه. يعني ربنا كشف على قلبك شاف ان انت تستحق تكون مسلم اهو. اما ربنا كشف عن قلوب العباد كده شاف ان قلبك وقلبي وقلب الناس المسلمين وقلب مش دول ناس قلوبهم طاهره مهما عملوا من معاصي. الحد ما بينك وما بين جهنم هو الشرك بالله، صح؟ تفرق المسلمين سنة وفرس. ما هو الحل للوحدة بينهم؟ الحل الوحيد ان الفرس يرجعوا عن الاسامي اللي بيعملوها. الفرس بيعملوا اسام كتيرة جدا. لما يصبوا اصحاب الرسول، لما يطعنوا في شرف ام المؤمنين السيدة عائشة وهو شرف سيدنا النبي، لما يقولوا ان الصحابة دول منافقين كلهم، لما يبداوا يرجعوا عن لما يبطلوا يؤذوا المسلمين، لما يرجعوا عن الحاجات دي نقوم وقتها نتكلم كده هنبقى حاجه واحده. انما احنا دلوقتي حاجتين مش مع بعض. الفرس دول مش مسلمين، اي حد بيشكك في شرف سيدنا النبي ليس مسلم. اي حد بيضرب المسلمين ليس مسلم، مهما صلى وصام وزكى وعمل احتفالات وقال انا مش مسلم. المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. سمعت قبل كده عن سيدنا النبي حط حد في السجن علشان بيقول ان سيدنا النبي مش كويس في الحكم؟ شفتها دي؟ شفتها دي؟ ابدا. لكن خلي بالك في خطوط حمراء. ألم تسمع ان في 5 6 من قريش سيدنا النبي اهدر في فتح مكة؟ قال لهم لو لقيتوهم متعلقين باسوار الكعبة خلصوا عليهم. ليه؟ لشدة بغضهم الى سيدنا النبي، لشدة الحاجات اللي كانوا بيعملوها غلط على سيدنا النبي، حاجات ما تنفعش. طبعا عارفين الحكايه المشهوره بتاعت سيدنا عكرمه بن ابي جهل لما هرب. بس سيدنا النبي كان سيدنا عكرمه، فراح سيدنا عكرمه هرب. المهم يعني بعد ما رجع، بص بقى على حلاوه حبيبك بقى، صلى عليه. والله لا تصلي عليه، ما فيش حاجه كسبناها من البث النهارده غير الصلاه على النبي. يوم سيدنا النبي قاعد مع الصحابه بقى يقول لهم خلي بالكم عكرمه هيجي دلوقتي، خلي بالكم ما حدش يتكلم وحش على ابوه عشان ما يتضايقش. الرحمه المهداه وانك لعلى خلق العظيم. يوصل عند سدره المنتهى ما زغ البصر وما طغى. ما زغ، مؤدب، خلوق، كل اللي انت عايز الله سبحانه وتعالى بيفتخر بادب سيدنا النبي. ما زاغ البصر وما طغى. يوصل عند سدره المنتهى كده، اي حد في مكان سيدنا النبي هيقعد يبص فوق الحاجات الحلوه الجميله دي الا سيدنا النبي مستسلم
مستسلم لربنا سبحانه وتعالى استسلام تام. ما زاغ البصر وما طغى وانك لعلى خلق عظيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله، او انت انا هتفيد صلاتك ايه بسيدنا النبي؟ انت المسلمين كلهم في الدنيا لو صلوا على سيدنا النبي، ده الله سبحانه وتعالى بيقول ان الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى انت صلاتك ليها ايه؟ ملهاش لازمه. ملهاش لازمه سيدنا النبي، بس ليها لازمه ليك انت عشان تحصل على الشفاعه. تقرب من سيدنا النبي كده يوم القيامه كده وهو موجود على الحوض، تقول يا رسول الله انا فلان الفلاني. ما هو انت بتتعرف حسب يا جماعه، حسب ما يقال يعني ان سيدنا النبي لما حد بيصلي عليه بتقوم توصل له الايه الصلاه دي، ان فلان ابن فلان صلى عليك النهارده 10 مرات 20 مره مرتين ثلاثه كده. فلما توصل عند سيدنا النبي يوم القيامه هتحصل على الشفاعه ازاي؟ وسيدنا النبي جاهد عشان الشفاعه. سيدنا النبي كان بيقف يقيم الليل عشان يحصل على الشفاعه. في سوره المزمل او المدثر مش فاكر، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الليل فتهجد به عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. الله سبحانه وتعالى بيعقد صفقه مع سيدنا النبي، بيقول له يا محمد انت عليك ان انت تقوم الليل، عسى ان انا كرب ابعثك مقاما محمودا. فالعلماء بيتكلموا ما هو المقام المحمود؟ الشفاعه. يبقى سيدنا النبي كان بيقيم الليل مع ان سيدنا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، واحلى وافضل حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يحصل على الشفاعه عشان يوم ما انت لما تسمع حد بيشتم سيدنا النبي ولا بتطول عليه تقول انا ماليش دعوه. انت عبيط يلا، انت اهبل يلا، انت ما عندكش دم. تستنزف في الكوره وفي المسلسلات والافلام ميسي كريستيانو ريال برشلونه، فتيجي اخر اليوم حد تلاقيه بيتطاول على سيدنا النبي تقول ايه؟ هو شتيمه هتلزق؟ انت اهبل يلا. سيدنا النبي يقف يصلي الليل كله طبعا عشان هو عابد لربنا، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، افضل عابد وسيدنا النبي افضل من عبد الله سبحانه وتعالى. يقف لحد ما رجليه تورم من كتر الوقف. ليه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عشاننا تكاثروا فاني مباهم بكم يوم القيامه. هتباهى بيكم بكترتكم. ما رضيتش ان انا في الطائف اقول لملك الاخشبين يخلص على اللي في الطائف دول، لانه الرحمه المهداه. ما انا عايزكم تؤمنوا. في غزوه احد لما فضلوا يضربوه على الخوذه بتاعته وقعوه في الحفره، فرفع ايده للسماء بعد ما المسلمين خلصوه، فسيدنا ابو بكر خاف. الله اكبر، ده الرسول هيدعي دلوقتي دعوه هتزلزل الدنيا. يوم رافع ايده للسماء: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. لازم يبقى عندك خطوط حمراء في حياتك، مش الكوره ولا الفن ولا المسلسلات ولا السياسه ولا استنزاف طاقتك وروحك يكون عشان دينك، عشان نبيك، عشان رسولك، عشان الصحابه اللي حموه، الصحابه الرجاله. في باعة رضوان قبل صلح الحديبيه لما كان المسلمين رايحين عشان يعتمروا ومعهمش ملابس احرام، طلعت عليهم قريش عايزين يضربوهم، عايزين يحاربوهم. فسيدنا النبي ارسل سيدنا عثمان عشان يعمل مصالحات ويعمل حاجات زي دي كده. فالمسلمين سيدنا النبي طلب من المسلمين يبيعوه على ايه؟ على الموت. معهمش سلاح مش مشكله. لم يتخلف منهم رجل واحد. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. يبقى احنا كده نعرف ان احنا بنقول على الناس على الصحابه دول رضي الله عنهم ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وشوف بقى على حلاوه حبيبك بقى. ما هو اصل سيدنا النبي ده يا جماعه كل مهما توصف في حلاوته مش هتعرف. يوم سيدنا النبي وهو حط ايديه كده والصحابه بيبايعوه، مش عارف ده سيدنا خالد وسيدنا مش عارف مين وسيدنا مين وسيدنا مين وسيدنا مين، بس سيدنا عثمان مش موجود. بص بقى على حلاوه حبيبك. سيدنا النبي حاطط ايده اليمين اهي، يوم جاي رافع ايده الشمال وهذه يد عثمان. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يجي سيدنا النبي لما بياكل التمر يا جماعه يوم جاي حاطط النوى هنا كده. يعني هو بياخد التمر بايديه كده، يوم جاي اما يطلع النوى بقى يوم يحطها هنا كده. ليه يا كينج؟ عشان ايديه دي ما تتلحوسش يوم اللي معاه يقرف من الاكل. مين ده؟ حبيبك روح قلبك. حبيبك روح قلبك. ان انت ممكن تداهن في ان انت تسمح لحد ان هو يتكلم عن السيده عائشه و9 سنين و8 سنين ومش عارف ايه اوعى تدي لحد مساحه من الاشتراك. اوعى تدافع. خليك دايما في موقف هجومي. اوعى اللي يقول لك دلوقتي الاسلام انتشر بالسيف قول له يا روح امك. يا روح امك. لا تسمح ابدا لحد يخش معاك مساحه مشتركه تدافع انت فيها فتخسر. خلاص.
اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الرحمة المهداة. ربنا يبارك فيكم واشكركم من كل قلبي. طيب احنا كده خلصنا النهارده، كان لايف خفيف النهارده كده، معلش اتاخرت غصب عني والله، كان عندي يعني بعض المشغوليات كده. كتبت لك الرساله مليون مره، معلش سامحني، قولها تاني معلش. علاء فاضل، معلش انا ما باخدش بالي يا جماعه الكومنتات والله، سامحني. قول اللي انت عايزه، انا معاك اهو. الحرب اقتصاديه ولا دينيه؟ دينيه. اللايف بيبدا امتى؟ من الساعه 11 الساعه 10. اللايف مش التكبيس مش احسن حاجه، مش مشكله عادي نمشيها النهارده. امبارح كنتوا 10 على 10 وقبله 10 على 10، مش مشكله نضيع يوم، مش مشكله. مش مشكله عادي يا جماعه، عادي. العدد النهارده 400، امبارح بيوصل 900 و1000، مفيش اشكال، احنا فاتحين برضه متاخر برضه. اللي عايز يسال السؤال اسال يا ابني. وحشنا كينج حبيبي يا اسال يا ابني السؤال، انا مش قاعد وقفت بس عشانك. كينج عندي فكره، ما نعمل قناه على التليجرام او الواتس وتنزل فيها اسئله واستفتاءات، ايه رايك؟ محمد عاطف. ما انا بعمل كده يا محمد احيانا في الفيديوهات، في بعض الفيديوهات عندي بسال الناس اسئله واوقف الفيديو ثواني كده عشان اشغل الناس برضه. انما هنروح بقى قناه ثانيه، ده هيكون معلش لود عليا، ضغط عليا، سامحوني والله. بحاول ان انا اعمل كده برضه في اللايفات، نسال الناس اسئله حاجات من كده. وان شاء الله قريبا جدا هيكون فيه، هنعمل زي بوتقه، اي حد عنده بيعرف يكتب سكريبتات، بيعرف يعمل، لان احنا عايزين برضه. دايما فكره في دماغي بتيجي في دماغي، عايز احول الفكر السياسي بتاعي الى زي افلام قصيره ولا مسلسل. تخيل معايا كده، اديكوا حته كده بقى. تخيل معايا كده الكينج راكب المكنه وحد بيخطف، فاللي بيخطفني ده لما بيوديني لرئيس العصابه، رئيس العصابه لما بيعرف ان انا الكينج بيقعد معايا وبيناقشني في مساله سياسيه. تخش الست بتاعت اللبن او اللي بيجيب له اللبن ده تاني يوم بقى تسالني سؤال تاني مثلا في العرض والطلب بتاع اللبن، اشرح لها مساله اقتصاديه، مش عارف فاهمين انا عايز اتكلم عن ايه ان شاء الله. بس ادعوا لنا بس كده بالسلامه كده، وان احنا نحاول نعملها دي، نحاول. عايز احاول اجسد الفكر السياسي والاقتصادي اللي عندي الى افلام الناس تستوعب منها السياسه والاقتصاد صح صح، باذنك يا رب. حبيبي يا استاذ محمد، تسلم يا حبيب قلبي، شكرا يا حبيبي. اتخطف انت بس. طيب معلش بقى، برضه بحبك على راسي وانا بحبكم، ربنا يبارك فيكم. يجب استضافه الكينج في القنوات العالميه. حبيبي يا استاذ وليد، تسلم يا حبيب قلبي. مش عايزين كده. ليه؟ لان ده ممكن يخلي الكينج غصب عنه عشان يختار المنطقه الامنه انه يقول بعض الكلام المعين. لا، خليني هنا طير مرفرف حر، ما بخافش. عندي خطوط حمراء وعندي حدود، بحاول ان انا اوصل رسالتي دي، مفيش اشكاليه. لكن ظهوري على القنوات ده ممكن يغريني انا، ممكن يلمع الموضوع في دماغي. ده كينج، ما تطلع تكلم الكلام الحلو ده كينج ده عشان يجيبوك على طول. مش عايز افتن بالكلام ده، ربنا يثبتنا طبعا. خلاص، يلا استودعكم الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. اشكركم من كل قلبي على كل دعمكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. لازم العالم كله يستفيد من بحر الكينج. ايوه، ما احنا موجودين اهو بقى، يعني احنا الحمد لله موجودين دلوقتي على الفيسبوك، الحمد لله بفضل الله تعالى، وصلنا 12000 متابع في يومين اتنين، وموجودين على اليوتيوب. بنحاول ان احنا نعظم التاثير بتاعنا وننشر الافكار. وطبعا اي حد مخول ليه انه ياخد محتوى الكينج ويقوله بطريقته في فيديو، او يفرغ المحتوى ويقوله، مفيش مشكله عادي، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لازم الافكار تنتشر والفكر ينتشر والمسلمين يتوعوا ويبقوا زي الفل. بنحبك يا كينج من السعوديه على راسي. تحياتي لكل حبايبي في المملكه، ربنا يحافظ عليكم. كليه ايه؟ صيدله. حبايبي معلش بقى نقفل، يلا. القطه المشمشيه حلوه بس شقيه، نطت حته نطه. اسم صفحتك على كل المنصات كينج الناس كينج العالم. وكان في واد فاتح لي صفحه على اليوتيوب باسم كينج الناس كينج العالم، قفلتها له. حذرته وعملت له بالصبع ده كده، ولا بترفع فيديوهات ليه؟ يلا، قفلتها له والله. اي حد هيعمل صفحه بدون ما ياخد اذني باسمي، لا، ارفع الفيديوهات زي ما انت عايز، انما تاخد صفحه وتسميها باسمي وتقلل من وصول الكينج الحقيقي، هتنضرب. يلا، ربنا يبارك فيكم، اشكركم من كل قلبي. خلي بالكم من نفسكم، وما ينفعش ننحاز الى اي طرف من الطرفين في حرب ايران والكيان. لازم المسلم يبحث ان سواء ده انتصر او ده انتصر هيضربونه، فلازم احنا نقوي نفسنا، لازم نقوي نفسنا احنا بالدين، غير كده ما فيش مننا مناص. خلاص، ربنا يبارك فيكم يا رب. اشكركم من كل قلبي، اشكركم من كل قلبي. تحياتي ليكم، خلي بالكم على نفسكم، عيالكم تعلمون كويس، التعليم اهم شيء، التعليم اهم شيء.
وان شاء الله الفتره الجايه ممكن يكون في كورسات تعليميه كينج الناس كينج العالم لمحاوله تنشئه شباب واطفال مسلمين حقيقيين باذنك يا رب. خلاص، تحياتي ليكم، اشكركم من كل قلبي، ربنا يبارك فيكم يا رب. القطه المشمشيه حلوه بس شقيه، نطت حته نطه خطفت سلوك البطه. نياو. السلام عليكم.